سلطان مصراوي هي مؤسسه جورناليزم التعليم. وبعد الاستاذ مصراوي بقى خلاص هيبقى معانا شهادات لطلبه كامله وتقييم وخرجوا اخذوا الاسئله دي. الاستاذ مصراوي هيكلمنا عن الوضع القانوني وعن الانتاج اللي بيحصل في الجامعات. مش هطول عليكم معظم الحاجات اللي طبعا هقولها هي طلبة قالوها وهم قلنا واحنا طبعا بنبقى في الرصد ده بنقدر ان احنا نساعد على قد ما نقدر ونقدم دعم قانوني للطلاب اللي بيتعرضوا للفقد او بيتعرضوا للحياه. انا هبتدي او حابه اركز على القرارات والسياسات اللي اصدرتها الحكومه خلال الفتره اللي فاتت او الجامعات خلال هذا العام الدراسي، ان احنا قدام اسوء عام دراسي حصل في تاريخ الجامعات المصريه. عندنا اكثر من قرارات صدرت عن مجلس الاعلى للجامعات وعن وزاره التعليم العالي، منها السماح بدخول الشرطه الى الجامعات. ده احنا شايفينه من القرارات اللي بينتهك حقوق الحريات الطلابيه والحريات الاكاديميه، وبيبقى بيرجعنا لورا نقطه خطوه، لانه من المكتسبات اللي احنا اكتسبناها من احكام المحكمه الاداريه العليا في فرض الحرس الجامعي، احنا رجعنا للورا من ان القرار ده بيخلي الشرطه تدخل تاني ويسمح لها دخولها وان هي تتحكم في زمام امور الجامعات من فيه. ده من القرارات اللي احنا شايفينها من اسوء القرارات اللي حصلت. في قرارات اخرى بين المجلس الاعلى للجامعات حصلت او اصدرها، ان هو نزل مجموعه من التحذيرات على الطلاب واعضاء التدريس اللي هم محظور عملها داخل اسوار الجامعه، منها ان اي اجتماع داخل الجامعات او الندوات لازم الاداره تتناول فيها الاول، لازم يبقى في تصريح لوزاره الامن للندوات والاجتماعات، منع التظاهر داخل الجامعه، منع الانشطه الطلابيه اللي ممكن تتحمل عنف او يبقى فيها كلام عن السياسه. دي من التحذيرات اللي حصلت من القرارات اللي احنا برضه بنشوفها بتقيد الحقوق والحريات الطلابيه بشكل كبير. عندنا من الاسوء برضه من القرارات اللي احنا شايفينها فيها انتهاك واضح هو قرار رئيس الجمهوريه بتعديل النظام القانوني الخاص بتأشيرة الطلاب، واللي سمح لرئيس الجامعه ان هو يفصل ان هو من حقه يصدر قرار فصل الطالب بدون تحقيق او بدون خضوع مجلس تأديب اذا كان الطالب ده متهم باحداث عنف او شغب داخل الجامعه بدون معايير، بدون اداه، بدون اي اسباب. من حق رئيس الجامعه ان هو يفصل الطالب من غير ان هو حتى ما يمكنه من حقه في الدفاع عن نفسه او من ان هو يمكنه من حضور محامي او يمكنه حتى من معرفه السبب قرار فصل. احنا قدامنا حالات كتير جدا بنقابلها ان طلبه كتير ومنهم عبد الرحمن الطالب اللي كان لسه قاعد هنا من شويه من جامعه الازهر موصول لمده سنه. احنا النهارده رفعناه القضيه قدام محكمه القضاء الاداري. عبد الرحمن لغايه دلوقتي مش عارف سبب ان هو سبب الفصل بتاعه ايه، لم يخضع لمجلس تأديب، مع ان نص القرار بيكون ان هو تم الفصل بناء على مجلس التأديب اللي تم معاه. الحقيقي عبد الرحمن ما خضعش لمجلس التأديب، وده بناء على قرار رئيس الجمهوريه ان هو منع رئيس الجامعه بان هو يفصل الطلبه لانه منعه اختصاصات مش من الاختصاصات. ده احنا هنفضل ورا القرار ده لغايه لما نطلع عليه دستوريا وقانونيا قدام المحكمه ولغايه لما نسقط القرار ده. عندنا وانا شايفه من اهم الحاجات اللي احنا طول الوقت نتناساها او تقع مننا طالب القدر. عندنا 14 طالب ماتوا داخل الجامعات. عندنا جامعه الازهر 6 طلبه ماتوا داخل الحرم الجامعي للرصاص الداخليه. عندنا 5 طلاب ماتوا داخل جامعه القاهره. لغايه دلوقتي 14 حاله اللي قدامنا ما حصلش فيهم تحقيق بجد. لغايه دلوقتي ما عندناش متهم حقيقي في القضايا. عندنا أدلة، عندنا شهود، عندنا فيديوهات بتدل على ان الداخليه استخدمت الرصاص، استخدمت الخرطوش. عندنا اصابات طلاب بتثبت ان الطلبه دول ماتوا بنفس نوع الرصاص اللي مات بيه الطلبه دول. لغايه دلوقتي ده النيابه عايزه تحقق، ده النيابه عايزه تسمع اخبار شهود. طبعا التحاليات بتثبت بان الطلبه اللي ماتوا دول ماتوا عن طريق قتل عشوائي من الطلبه زمان، وبيتم فيها طلبه غير
موجودين او اللي بتقضي عليهم في الاحداث ساعتها. لكن لغايه دلوقتي ما عندناش ولا متهم واحد في الداخليه في ال 14 دول. انا شايفه ان احنا دول من اهم القضايا اللي احنا محتاجين نركز عليها الفتره اللي جايه، ان احنا محتاجين نجيب حق الطلبه. ده الاهم، ده الاهم بالنسبه حتى كمان للاهالي، لان احنا محتاجين ان حتى نزق فكره ان الاهالي تجيب حق اولادها، محتاجين ان الناس تبقى تفكر ازاي الفتره اللي جايه ان احنا مش نيأس من العداله. انا شايفه ان احنا لازم طول الوقت نفكر في القضاء والنيابه، بان في الاول وفي الاخر انتوا قضاه، وانتوا في الاول وفي الاخر انتوا لازم تبقوا ضميركم هو اللي بيصحيكم طول الوقت. انا مش هقدر يعني مش هقدر اكتر من كده. انا بس حابه ان لو في اي طلبه مفصولين، احنا عندنا استعداد كامل للدعم القانوني ليهم، ان احنا نرفع لهم قضايا. كفايه لو في اي طالب مفصول يا ريت يتواصل معايا او يتواصل مع سعيد وهو هيوصلني بيهم. محتاجين الفتره الجايه ان احنا نضغط مش بس الطلبه المعتقلين يمتحنوا، لا احنا محتاجين نركز على الطلاب المفروضين من حقهم ان هم يرجعوا جامعه، من حقهم ان هم يرفعوا قضايا قدام المحكمه. احنا طبعا مش واثقين بكل الثقه الكامله في المحكمه، بس احنا محتاجين ان احنا نبقى القضايا دي ضغط على المحكمه ان يا جماعه الطلبه دول مفصولين بشكل عشوائي، الطلبه دول من حقهم ان هم يمتحنوا، من حقهم ان هم يرجعوا الجامعه تاني. انا متشكره جدا، ويا ريت لو حد من الطلبه عندهم حالات طلبه مفصولين يا ريت توصلوا.